بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربي في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية 82 من سورة الإسراء. وروى الحافظ الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبوا اللي علمهم الرسول من التعويذ ويعلقوه لأولادهم الصغار اللي ما ينجموش يقراوا. واحنا نتبع سنة الرسول والصحابة الكرام، واحنا الدين خذيناها عليهم. فإذا كان ما ثماش مشكل كيف نعلق على الحيط كواترو مكتوب عليه آية الكرسي أو غيرها، فما فيها بأس كي نعلق الآية على صدري، ولا يا أخي الحيط خير مني. شوف يا أخويا وحل عينيك، الحروز الموافقة للشرع المكتوب فيها آيات قرآنية أو تعاويذ من اللي علموا الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما فيها ضرر، بل وفيها خير وبركة وأسرار. وش عليك في اللي يقول بخلاف هذا؟ ولو كان اسمه مشهور بين الناس، وراه دين الله حجة على العباد مش العكس. فاللي يوافق الشرع ووافق أهل السنة والجماعة مرحبا به، واللي خالفهم ما تخذش بكلامه والله يهديه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.